عملت حاجة في الجامعة ناس كتير قالت لي هتندم عليها وده اللي حصل. ستوري تيلينج، انا ازاي خطبت واشتغلت وانا لسه في الجامعة، هات قهوتك وحصلني، القصة خلاص بتخلص. اخر حاجة حكيناها مع بعض ان انا دلوقتي بشتغل 3 شغلانات، بعمل اساينمنت للطلبة، بدي كورسات للطلبة، وكمان بشتغل على السوشيال ميديا بشرح. كنت مركز ساعتها على مادة واحدة وهي الفسيولوجي. لو انتوا فاكرين قلت لكم ان الترم الاول من سنة 5، خلاص انا في سنة تخرج، ان انا ما جمعتش فلوس ولا حاجة. الكورس ما درش عليا غير 5000 او 7000 جنيه بالكتير في 4 شهور، تخيل. وساعتها فهمت ان الترم التاني لازم اجمع فيه فلوس اكتر. في الترم التاني انا سالت نفسي سؤال واحد: عبد الرحمن، هو ايه اصعب ماده في العلاج الطبيعي في الترم ده مع الطلبه بتوعك؟ اكتشفت ان مفيش غير ماده واحده، هي البايوميكانكس. فقررت ان انا هشرح البايوميكانكس. قبل بدايه الترم خدت الاجازه بان انا ثقفت نفسي وذاكرت البايوميكانكس زي ما قال الكتاب. بدات ان انا اذاكر الماده دي عشان ابقى قادر ان انا اشرحها، لانك عمرك ما هتقدر تشرح حاجه وانت شخصك مش فاهمها. بدات اشرح الماده وبسطها، وبجد شرحي فيها كان تحفه. كان لسه برضه 5 طلاب 7 طلاب ما يودوش في حته، لحد ما بالصدفه بشكل غير مباشر خطيبتي نهى حبيبتي قامت منزله ستوري عندها، هي كانت بدات تكبر بقى في السوشيال ميديا. قامت منزله ستوري بتقول: جماعه، دكتور عبد الرحمن بيشرح بايو ميكانكس، اللي محتاج الماده يكلمه، وحطت رقمي. ومن هنا كل حاجه اتغيرت. اقبال تاريخي على الكورس بتاعي، طبعا كتير جدا بداوا يكلموني. فعلا بدا الكورس يكبر وبدات اكبر. اول مره بجد احس ان الدنيا بدات تنور في وشي. ساعتها بدات اجمع فلوس وقلت خلاص، احنا حلمنا قرب يا عبد الرحمن. بس تفتكروا ان الحلو بيكمل؟ للاسف لا. فجأة بعد الميد ترم كل حاجة وقفت. الناس بتكلمني: دكتور أنا عايز أسيب الكورس، دكتور أنا مش عايز أكمل، دكتور 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 دكتور، كتير دكتور. تقريبا معظم الطلبة اللي جولي مشيوا. ساعتها كان في مشكلتين أكبر من بعض. أول حاجة إن أنا بدأت أشك في نفسي: هو أنا شرحي وحش؟ هو أنا عملت حاجة غلط؟ ليه كل الطلبة دول بيمشوا؟ لما أجي أرجع للفيديوهات والمحاضرات، الشرح تحفة، الشرح 10 من 10، 1000 من 10. فين المشكلة؟ تاني حاجة، ان انا ما صدقت ان انا بدات ان انا اجمع فلوس، وبدات ان انا اكبر في الشرح. كل حاجه عماله تتسحب 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 تتسحب، كانك يا ابو زيد ما غزيت حرفيا. وفي الوقت ده انا كنت على وشك الانهيار. واكيد ناس كتير زيي، انا زي زيكم، يعني انا مش حديدي. انا فعلا ساعتها كنت هنهار. في شاب زي لما يجرب ويفشل، يجرب ويفشل وما يوصلش لحاجه، طبيعي هينهار. اليوم ده انا رحت الجيم وقعدت اجري واشيل حديد لحد ما بقيت مش قادر اقف على رجلي. كنت ماشي، كنت مروح البيت شويه وهزحف، قمت رايح ونايم، نمت عشان يعني انت عمال بتهلك جسمك عشان دماغك يبطل تفكير. روحت نمت وصحيت تاني